السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني في منوعات وحكايات مع شمس. خلاص يا جماعة، شمينا ريحة رمضان. شهر شعبان دخل علينا، الشهر اللي القلوب فيه بترفرف. النهاردة مش بس هنتكلم عن فضل الشهر، احنا جايين نحط خطة طوارئ علشان ندخل رمضان واحنا في قمة طاعتنا ونفسيتنا مرتاحة. عارفين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب شعبان جدا، وكان بيكثر فيه من الصيام. ولما سألوه ليه يا رسول الله، قال كلمة تهز القلب: ذاك شهر يغفل الناس عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. يعني تخيلي ملفك السنوي، حكاياتك، صلواتك، وحتى جبرك لخواطر الناس بيترفع لربنا في الشهر ده. تحب ملفك يترفع وانت بتعملي ايه؟ وانت بتذكري ربنا ولا وانت زعلانة من حد؟ عارفين يا حبايب قلبي ليه الشهر ده اسمه شعبان؟ بيقولوا ان العرب زمان كانوا يتشعبون فيه، يعني بيتفرقوا علشان يدوروا على المية والخير. واحنا كمان في شعبان لازم نتشعب في ابواب الخير، يعني اللي تقدر تصوم، واللي تقدر تطلع صدقة، واللي تقدر تجبر خاطر حد. خليكي ذكية واستغل الشهر ده عشان تتفرعي في كل حاجة تقربك من ربنا. ومن أجمل حكايات شعبان ليلة النصف من شعبان، اللي فيها ربنا بيطلع على قلوبنا. في مقولة جميلة بتقول إن ربنا بيغفر لكل الناس في الليلة دي إلا 2: مشحن أو مشرك. يعني يا ست الكل، لو في بينك وبين أختك أو جارتك زعل بسيط، ابدأي انتي، مش علشانهم، علشان ملفك يترفع وهو أبيض ومنور. كلمة سامحتك في شعبان تقولها في الميزان ما يتوصفش. علشان نكونوا عمليين، شعبان هو المعسكر التدريبي. عودي لسانك، ابدأي من دلوقتي، قللي الكلام اللي ملوش لازمة، وزودي الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صيام يومين، لو تقدري تصومي 2 وخميس يبقى كتر خيرك، بتعودي جسمك علشان صيام رمضان ما يتعبكيش. شنطة الخير، لو ناوية تعملي خير في رمضان ابدأي رتبي من دلوقتي، شعبان هو وقت الزرع. ومن أجمل الحاجات اللي حصلت في شهر شعبان هي تحويل القبلة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه متعلق بالسماء، ونفسه القبلة تتحول للكعبة، وربنا جبر خاطره في شعبان وقال له: فلنولينك قبلة ترضاها. الدرس ده لينا هنا هو جبر الخواطر. قولي يا رب اجبر خاطري في شعبان زي ما جبرت خاطر نبيك صلى الله عليه وسلم، وخليكي انتي كمان سبب في جبر خاطر اللي حواليكي بكلمة طيبة. يا ست الكل، يلي بدأتي من دلوقتي تنضفي البيت وتفرزي الخضار لرمضان، برافو عليكي، دي شطارة. بس وانتي بتفرزي التلاجة تعالي نفرز قلوبنا كمان. حاجة في قلبك مزعلاكي ارميها في شعبان علشان تدخلي رمضان خفيفة. عادة وحشة بتعمليها حاولي تقلليها من دلوقتي علشان ما تجيش في اول يوم رمضان وتتعبي. القرآن الكريم لو مهجور ابدأي بصفحة واحدة بس في اليوم في شعبان، علشان في رمضان يكون قلبك متسخن وجاهز للقراءة. وفي ختام حكايتنا النهاردة مفيش أجمل من إننا نرفع إيدينا لربنا ونقول: يا رب، يا حنان يا منان، اللهم بارك لنا في أيام شعبان، وأهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. يا رب زي ما بلغتنا شعبان لا تحرمنا من لذة صيام وقيام شهر رمضان. اللهم بلغنا إياه وإحنا في أحسن حال، لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم اجبر خاطرنا في الشهر ده، واجعل أعمالنا اللي بتترفع ليك أعمال صالحة ونقية ومقبولة. يا رب ارحم موتانا واشف مرضانا ووسع أرزاقنا، وهد سرنا في بيوتنا ومع أولادنا يا رب العالمين. اللهم صفي قلوبنا من أي زعل أو غل، واجعلنا من اللي بتغفر لهم في ليلة النصف من شعبان. يا رب استودعناك أيامنا الجاية، فاجعلها أيام جبر وسكينة وقرب منك يا رب العالمين.
لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو انتوا كده من عيلة شمس الغالية. ما تنسوش تكتبوا امين في التعليقات، وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في كومنت، علشان نجمع اكبر عدد من الصلاة على النبي في بداية الشهر المبارك. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.